انت عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى سماها صدقة؟ لأنها دليل صدق الإيمان، وكأن ربنا حط أهم اختبار في حياتك، اختبار الإيمان، في مساعدتك لإخواتك. بذمتك في حد حبك الحب ده كله في حياتك؟ السلام عليكم. واحدة جارتنا زمان كان اسمها الست محمدي، كانت ست كبيرة وما عندهاش غير ولد واحد خلفته على كبر، كان اسمه مدحت. أيوة كده، ركز معايا، أم حمدي وعندها ولد واحد يبقى اسمه حمدي، مش محتاجة أي كيو تيست يعني. المهم، الست أم حمدي دي كانت ست موسوسة قوي، ما بتعرفش تثق في حد، على حد تعبير الجماعة بتوع تويتر يعني، عندها تراست ايشوز. الوحيدة اللي كانت بتثق فيها هي جارتها بوسينة، ست أرملة، جوزها لسه متوفي وما عندهاش منه ولاد لأنها ما بتخلفش، وحياتها حزينة رغم إنها كانت لسه شابة صغيرة وجميلة جدا. الست أم حمدي قلبها رق لجارتها، وبقت تخليها تيجي تقعد معاها بدل ما هي قاعدة في شقتها بطولها. شوية بشوية رجلها خدت على البيت لحد ما الفاس وقعت في الراس، وأبو حمدي أعجب ببوسينة جدا وقال بس هي دي اللي هتجيب لي الواد. أيوة بقولك ركز معايا عشان كل شوية هرمي لك اختبارات في النص. هيخلف منها ازاي وهي أصلا ما بتخلفش؟ بلاش دي. أبو حمدي نفسه في الولد ازاي؟ أمال حمدي ده إيه؟ ده وحموضة؟ هو يعني تقدر تقول بوسينة حليت في عينيه، ست صغيرة وجميلة، وقال أنا لازم أتجوزها. وبعد صراع طويل مع أم حمدي أذعنت في الآخر. حلوة أذعنت دي صح؟ سلمت للأمر الواقع يعني، ووافقت إن جوزها يتجوز عليها، بس ما تخربش بيتها وتفضل عايشة تربي ابنها. لكن الست بوسينة ما طلعتش أصيلة، واشترطت على أبو حمدي عشان يتجوزها إنه يطلق مراته وأم ابنه، وقالت له أنا زي الفريك ما حب الشريك. أبو حمدي لأنه كان زوج أصيل وأب جدع، لما اتحطت مراته وابنه في كفة وسعادته هو في الكفة التانية، اختار سعادته طبعا، انت فاكر ايه؟ وطلق أم حمدي. ومش بس كده، ده طردها من الشقة. طبعا انت متعاطف دلوقتي مع أم حمدي وبتكره بوسينة كره العمى. أنا كنت زيك كده، لحد ما في يوم الشارع كله صحي على خبر مفجع. شقة أبو حمدي ولعت، وما كانش فيها غير مراته الجديدة، وماتت محروقة جوه الشقة. كل ستات الشارع في اليوم ده قالوا سبحان الله، ده ذنب الست الغلبانة اللي مدت لها ايديها والتانية خانتها وتسببت في طلاقها وخراب بيتها. والجنازة بتاعت بوسينة ما كانتش حارة ولا حاجة، تقريبا ما فيش حد بيعيط عليها، لا جيرانها ولا حتى جوزها اللي كان باين انه زعلان على عفش البيت اكتر منها، ما هو اصيل قوي زي ما قلنا. ما كانش فيه غير واحدة بس بتبكي على بوسينة بحرقة. تعرف مين الواحدة دي؟ أم حمدي. مستغرب صح؟ ما كلنا كنا مستغربين، لغاية ما واحدة من أهل الشارع سألتها أنت بتعيطي على إيه؟ دي خربت بيتك وغدرت بيك. قالت لها عارفة، بس كانت حنينة على ابني، كان كل ما يروح يزور أبوه تعمل له كل الأكل اللي بيحبه وتطبطب عليه، كانت بتحبه بجد. الست قالت لها وداينة السيك اللي عملته فيكي؟ قالت لها اللي يأكل ابني تمرة حلاوتها تنزل في جوفي. القصة دي رغم إن فات عليها سنين افتكرتها تاني وأنا قاعد بسمع سورة آل عمران، ولاحظت فيها حاجة جميلة قوي لفتت نظري، لأن في نفس السورة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الشهداء وبيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين في نفس السورة ربنا سبحانه وتعالى بيستخدم نفس الصيغة وبيقول أعظم جملة تطمينية ممكن تسمعها في حياتك، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس بيقولها المرة دي بقى عن مين؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة البقرة بيقول سبحانه وتعالى
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يدي نفس الجزاء لواحد دفع روحه وواحد تاني دفع جزء من فلوسه، مش دي برضه فكرة تستحق التأمل؟ الحكاية دي بقى استفزت فضولي جدا وخلتني أمشي شوية ورا الموضوع ده في القرآن وأشوف ربنا سبحانه وتعالى قال عليه إيه. فلقيت إن ربنا في سورة المنافقون قال إيه؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إيه ده؟ معقول؟ يعني الإنسان ساعة ما يجيله الأجل هيتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يمد في عمره شوية بس علشان يتصدق؟ ده الموضوع طلع مهم ومصيري بقى. فضلت أدور أكتر وقلت مش هسيب الموضوع ده غير لما أفهمه، فلقيت آية فيها أجمل تعبير ممكن تسمعه في حياتك عن الصدقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أنا اتخضيت. يقرض الله يعني ربنا سبحانه وتعالى الغني صاحب خزائن السماوات والأرض بيقول للعبد الفقير اللي عايش من خيره هو سلفني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي أنا سلفني. دي جملة صعبة أوي، جملة تخض، بس بطريقة ما فكرتني بجملة أم حمدي لما قالت اللي أكل ابن تمرة حلاوتها تنزل في جوفي. أم حمدي اللي سامحت ضرتها على كل حاجة سيئة عملتها معاها لمجرد بس إنها كانت بتحب ابنها. وطبعا لله المثل الأعلى، أنا مش بشبه حاشا لله، بس اتهزيت قوي من جوايا لما فهمت إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا أكتر من الأم اللي بتحب ابنها. بيحبنا لدرجة إنه ممكن يسامح حد غلط في حقه كتير لمجرد بس إنه عطف على عباده وساعدهم. عشان كده هو ما قالش مين اللي يقرض أخوه، هو قال مين يقرضني أنا. قال لك اعتبر الفلوس دي جايالي أنا، اعتبر إنك بتعمل المعروف ده فيا أنا. بالله عليك في محبة أكتر من كده؟ أنا مش جاي النهاردة أكلمك عن فضل الصدقة لأن اتكلمت فيها قبل كده وأنا عارف وأنت عارف، بس جاي أبص معاك للفكرة من زاوية تانية خالص وأقول لك إن قد كده ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا وإحنا مش حاسين، لدرجة إنه بيحنن قلوبنا على بعض وبيحط لنا مكافآت مغرية لما بنحب بعض ونعطف على بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا لدرجة إنه بيتناسى إساءتنا ليه وبيغفرها لما بيشوفنا بنحسن لبعض. الإنسان اللي في نظر العالم الحديث دلوقتي مش أكتر من زبون بيشتري منتجاته وبيحقق أهدافه، واللي بيقسمه لشرايح ومستويات حسب جنسيته ولونه ورصيد حسابه البنكي. بالنسبة لربنا هو مهم أوي وغالي أوي، ده أغلى مخلوق عنده في الدنيا. أنت عارف ليه ربنا سبحانه وتعالى سماها صدقة؟ لأنها دليل صدق الإيمان، وكأن ربنا حط أهم اختبار في حياتك، اختبار الإيمان، في مساعدتك لإخواتك. بذمتك في حد حبك الحب ده كله في حياتك؟ طب بذمتك ينفع ما تحبوش؟ أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. وكل سنة وانتم طيبين.